السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه بقى النهاردة في الساعة دي؟ بصراحة انا جبت لكم أكلة النهاردة جميلة وكلنا بنحبها، وخصوصا بقى انها بتدفي. طبعا العدس كلنا عارفينها، بس انا جايبها لكم النهاردة بطريقتين مختلفين. هنبدأ طبعا مع بعض. اول حاجة جبنا العدس بتاعنا غسلناه، وجبنا جزر، قطعنا حبة جزر كده كويسين لان هو ده اللي بيديله الطعم الجميل، وبصلاية وطماطماية وحوالي 4 فصوص توم كده. جبنا حلة فيها مية سخنة وضفنا عليها العدس بتاعنا والجزر، وطبعا كل ما بتزودي الجزر بيبقى طعمه مسكر وجميل. في ناس بتضيف عليه بطاطس، لا انا ما بحبش بصراحة اضيف عليه الا البصل بس والطماطم. طماطمايه واحدة، اضيف عليه طماطمايه واحدة وبصلايه و4 فصوص توم. طبعا احنا سيبناه شوية يغلي كده مع بعض، وبعدين هنضيف التوابل بقى الجميلة بتاعتنا. طبعا بعد ما سيبناه يغلي شوية هنضيف مع بعض البهارات الجميلة بتاعتنا، يعني نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة كمون، ربع معلقة بابريكا، ملح طبعا زي ما انت حابة، ومرقة دجاج. وهنقلبه كده وهنسيبه بقى يستوي مع بعضه كده على نار هادية. وطبعا مش هنغطي الحلة قوي علشان خاطر العدس ما يفورش معانا. هنا بقى العدس بتاعنا استوى، قلبناه، وهنحب نشوف بقى الجزر بتاعنا استوى ولا لا. اول ما هتمسكيها كده هتلاقي الجزرايه استوت معاكي خلاص، مش محتاجه حاجه. وبعد كده هنبدا بقى نجيب الخلاط بتاعنا ونضربه فيه. طبعا مش هينفع نضربه وهو سخن عشان خاطر الخلاط ما يبوظش. جبنا طبعا هنا بقى معلقه سمنه بلدي عشان يدينا الطعم الجميل بتاعنا، وجبنا بصلايه مبشوره. دي طبعا ممكن الناس تلاقي الطريقه دي جديده عليها شويه، بس بصراحه الطريقه دي جميله. اتعلمتها بقى من حماتي امي التانية حبيبتي الله يرحمها، هي اللي معلمهاني. طبعا اتعلمت منها كل حاجة جميلة الله يرحمها. هنقلب مع بعض البصلاية كده، طبعا بتبقى ناعمة ويا دوبك تصفر يعني ما تحمرش قوي. وهنضيف عليها العدس بتاعنا بعد ما اتضرب في الخلاط. انا هنا يعني هقسم العدس على جزئين عشان خاطر هوريكم الطريقة التانية بتتعمل ازاي. وطبعا ده حوالي ربع كيلو عدس، بيعمل كمية حلوة مع الجزر، حوالي نص جزر او اقل شوية. فبصراحة بيعمل كمية جميلة وبيبقى تقيل وكويس، يعني بألف هنا وشفا. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هنسيبها تغلي ولا كده يبقى العدس بتاعنا الحمد لله كده مظبوط 100 100، مش محتاج حاجة تاني. الطريقة التانية بقى هنجيب طبعا معلقة سمنة عادية، سمنة بلدي زي ما انت حابة يعني المتوفر عندك، وهنضيف عليها يعني حوالي شعرية على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وطبعا ما نكترش الشعرية لانها بتزيد جدا مع العدس، لما بتستوي بتزيد جدا وبيتقل قوي. فانا حبيت ان انا اعمل يعني حوالي معلقتين 3 على حسب برضو الكمية اللي انت هتعمليها. لو هتعملي العدس كله زي ما قلنا يعني هتعملي 4 معالق مش كتير، عشان بتزيد وبتتقل وبتبقى مش حلوة. هنخليها تحمر كويس كده، وهنضيف عليها العدس جميل بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنسيبها تغلي طبعا لحد ما الشعرية تستوي، يعني ما تخليهاش تغلي كتير لان كده كده الشعرية هتستوي مع السخونية يعني بتاع العدس. هنضيف كوباية مية بعد ما ضفنا العدس على الشعرية. طبعا هنديها حوالي نص كوباية مية
عشان خاطر بيتقل معانا، الشعرية بتتقله قوي كده حضراتكم. كده العدس بتاعنا استوى، هنشيله وهنجيب بقى طبعا طاسة فيها معلقة سمنة، وجبنا طبعا حوالي 3 فصوص توم 4 نعمناهم كويس وهنحمرهم. هنعمل طشة للعدس يعني، صراحة بتبقى جميلة وحلوة قوي. والطريقة دي بقى بتاع امي الله يرحمها، برضو كانت جميلة قوي، فهتعجبكم ان شاء الله. هنا التوم هيحمر معانا، هنطش على طول على العدس، نعمل طشة جميلة كده زي بتاعة الملوخية. الله على الريحة، جميلة تجنن بصراحة. وكده برضو العدس الطريقة التانية بتاعتنا استوت وبقت زي الفل. هنقدم طبعا العدس الجميل اللي بيدفي، اللي هو اهم اكلة بقى في الشتاء، بألف هنا وشفا. طبعا وحطينا كده حبة يعني، ضفنا كده معلقة سمنة بلدي كده على الوش مع الطريقة الأولانية، والتانية بالشعرية جميلة، والعيش المحمص معانا بقى والبصل، وبصراحة جميل جدا وبألف هنا وشفا، واتمنى ان هو يعجبكم، وشكرا جدا ليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.